السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهارده راح نعمله العرنبيط بطريقة جميلة جدا، وطريقة سهلة وبسيطة وجميلة وما تشربش مننا زيت خالص. هنعمله قروص العرنبيط. يا رب تعجبكم. مكوناتنا كلها موجودة. حبيت احضر المكونات عشان مطولش الفيديو عليكم. انا معايا فلفل ومعايا كمون، معلقة صغيرة من الملح، 3 معالق من الدقيق، معايا كزبرة مع شبت، فلفلة، معايا كام فص من الثوم، والعرنبيط بتاعنا سلقينه وحاطين له معلقة ملح مع معلقة كمون، وسلقينها سلقة حلوة خالص يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. يعني من نتيجة تهرسيه ممكن بالمعلقة عشان مسلوقه حلو، عشان تطلع معانا العجينة العرنبيط جميلة جدا وناعمة كده ومستوية. أطفالك لو مش بتحب العرنبيط مقلي، اللي هي العادية اللي بنقلوها، الطريقة دي راح تحبها. ومعايا بيضتين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر أحطها في الدقيق. مكونات بسيطة وجميلة، ويلا نسمو بسم الله ونبدأ الطريقة على طول. زي ما انتم شايفين كده أنا دقيت الكزبرة والشبت والثوم والفلفلة، دقيتها في الهون كده ما شاء الله ونعمتها حلو، وحطيتها في طبق. أحط البيضتين، بعد كده أقلب على طول. لما حطيت البيض أجيب البهارات وأحطها زي ما انتم شايفين كده، الفلفل والكمون ومعلقة صغيرة من الملح. أقلب الخليط حلو، وأجيب زي ربع كوباية مية ولا أقل من ربع كوباية مية وأحطها. طبعا أنا محضرة العرنبيط بتاعي وهرساه حلو ومنعماه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. 4 معالق من الدقيق، حاطة لهم زي ربع معلقة من البيكنج باودر عشان تنفش معانا. خلصنا على كده الخليط، أجيب العرنبيط وأحطه زي ما انتوا شايفين كده. أنا سلقة العرنبيط حلو يا جماعة ومنعماه حلو، هرساه حلو بالهراسة، تهرسيه كمان بالمعلقة. هو مستوي حلو ما شاء الله ومسلوقه حلو. خلاص على كده، كده حطينا طاسة على البوتاجاز، واجيب العجينة بتاعة العرنبيط واقرص زي قروص الطعمية واحط زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليها، ماسكة نفسها وجميلة جدا، مش هتشرب منك زيت خالص. بتقرصي وتحطي على طول. يكون انت معلياش البوتاجاز بتاعك موطياه على درجة يعني بسيطة جدا عشان ما يتحرقش منيكي، ومنها تملي الطاسة بتاعتك يتعلي حاجة بسيطة عشان كله يستوى مع بعضه وتتنشف كده وتبقى مقرمشة وجميلة. ما شاء الله عليها بجد جميلة جدا هتعجبكم. اخلص العرنبيط وارجع لكم تاني بعد ما مليت الطاسة بتاعتي زي ما انتم شايفين ما شاء الله بدأ يحمر جميل جدا يا جماعة. ما فيش وحدة فكة ولا وحدة مثلا ما شاء الله يعني اتكسرت ولا اي حاجة، جميل جدا. يحمر العرنبيط وارجع لكم تاني بإذن الله. وزي ما انتم شايفين كده العرنبيط حمر جميل جدا، تحفة بجد. اطلع العرنبيط وبعد كده ما شاء الله احط تاني في، اكمل بقى واخلص العجينة بتاعة العرنبيط بإذن الله. جميل جدا ما شربش مننا زيت ولا اي حاجة. وزي ما انتم شايفين كده قلينا العرنبيط بتاعنا وخلصناه، طبق جميل جدا بجد، مشرف وجميل جدا من يتحط وسط السلطات. ما شاء الله ما شربش مننا زيت خالص العرنبيط. قروص العرنبيط جميلة جدا وتغييرات يا جماعة، طرية معانا وناشفة من بره وجميلة بجد، وحمرة معانا ومستوية وما شربش مننا زيت خالص. حبيت ان انا كمان اقلي وسطيهم كده بطاطساية سلقتها وقليتها بالعجين، تبلتها كده جميلة جدا البطاطس المقلية. يا رب يكون عجبكم الصنف بتاعنا وعجبكم قروص العرنبيط. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.